السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. تعالوا بينا النهاردة نعمل حاجة حلوة جدا كلنا بنعشقها وبنموت فيها وبنشتريها من بره وبتبقى غالية قوي، وهي ايه؟ الرز باللبن. الرز باللبن الكريمي أحلى حاجة تتاكل في الشتاء. أجمل حاجة مغذية تقدميها لأولادك. معايا هنا نص كوباية من الرز المصري. بدأت إن أنا أغسلها، ضفت لها طبعا كوبايتين مية لغاية لما اتسلقت يا جماعة، وبعد كده ضفت لها الحليب. ايه اللي انا هضيفه دلوقتي؟ هضيف معايا كمية السكر. انا ضايفة على الحليب معلقتين من الكريم شانتيه، دي حاجة أساسية. كمان معايا كيسين من الفانيليا. هضيف كمان على الحليب ايه؟ هضيف معايا معلقتين كبار من اللبن البودر. اللبن طبعا عندي دسم، بس انا ما بقدرش استغنى عن اللبن البودر والكريم شانتيه في الرز بلبن. حاجة أساسية. حاجة بتديني غنى قوي قوي للرز بلبن بتاعي. الطعم بيبقى مختلف زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. بعد كده طفيت عليه. لما طفيت عليه كل كمية الرز طبعا ما شاء الله نفشت وبدأت انها تشرب اللبن. انا طبعا النهاردة ضايفة كيلو ونص من الحليب. ضفت الرتل الاولاني والنص رتل سبته على جنب. بعد كده بدأت أشغل النار عليه وضفت عندي معلقة كاملة من الزبدة الصفراء. برضو الزبدة الصفراء من الحاجات اللي بتخلي أو من المكونات اللي بتديني غنى لطعم الرز بلبن بتاعي، حاجة بقى كده ما حصلتش. بعد كده هدوب عندي معلقة صغيرة من النشا على كوبايتين أو معلقتين كده، أسفة معلش، من المية، وهنزل بيهم على الرز بلبن بتاعي لغاية ما يبدأ القوام بتاعه يلف حاجة بسيطة. بدأت إن أنا طبعا أملى الأطباق بتاعتي. الرز بلبن اللي لونه أبيض، البنات طبعا صمموا عايزين رز بلبن بالشوكولاتة، فجبت عندي معلقتين ونص من الكاكاو الخام. وبعد كده بدأت أقلبهم في الرز بلبن بتاعي، وبدأت أغرف الأطباق. زينت الرز بلبن الأبيض بتاعي اللي هو العادي بالجوز والزبيب، وهنا برضو اللي بالشوكولاتة بالجوز والزبيب. طعمه في منتهى الروعة. ممكن بدل الكاكاو الخام تضيفي نسكويك. طعمه يا جماعة حلو قوي قوي قوي، وكمان مغذي ومفيش غنى عنه. بنعمله باستمرار، بس جربي طريقتي وهتشوفي قد ايه الرز بلبن هيطلع معاكي غني. طعمه حلو قوي، اجمل من بره. والله يا جماعة انتوا هتجربوا تحكموا. كريمي بيدوب في البق، ومغذي فيه كل العناصر الغذائية اللي انت عايزاها لأولادك. اللي عايز ياكل الرز ولبن العادي تمام، اللي عايزه بطعم الشوكولاتة موجود. وإن شاء الله تجربوه يعجبكم، وأشوفكم على خير في رعاية الله.